أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا اللقاء كما ورد إلينا في البيان الإعلامي مما بينه إخواننا المنظمون والمرتبون لهذه الندوة العلمية ولهذا المجلس الثقافي الحضاري تحت عنوان رسالة العلم في ظل الانفتاح الإعلامي والتطور التكنولوجي. وبداية لا بد أن نعلم أو أن نذكر أنفسنا، وأنا الآن أخاطب الدكاترة والأئمة وطلاب الجامعات والأساتذة، فإنني أقول أذكر ولا أقول أدلي بعلم في هذا الموضوع الشاسع الواسع، في هذا الموضوع الأساسي في المعارف والثقافة بصفة عامة. أولا لا بد من الوقوف عند مصطلح أو مفهوم أو هذه العبارة الأولى رسالة العلم. ما هو دور العلم بالنسبة للإنسان؟ الدور الأساس والجوهري هو إعداد الإنسان، هو تنشئة الإنسان من أجل أن يحيا حياة سوية بالدليل. هذا هو الأصل في العلم إذا عرفناه بأنه الإدراك الشمولي، الإدراك للشيء من كل جوانبه ومركباته، والفرق بين العلم والمعرفة. وأقول بأن الخلل الآن عند كثير من الطلبة في البلدان المتخلفة أنهم يتخرجون بعلم المعلومات وليس بعلم العلم. علم المعلومات قوامه الرواية والأخبار، أما علم العلم فقوامه البحوث والدراية. وفرق بين أن يتخرج عالم يدري وعالم يروي. ولذلك كثير من حامل الشهادات العليا يروي العلم عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان بالقناطير المقنطرة، ولكنه لا يبدع في وطنه ولا يخترع في وطنه. فالعلة قادمة من هذا المعنى. ولعل السائل يسأل ما الفرق بين العلم العلمي والعلم المعلوماتي. نحن نعلم بأنه عندما نقول علم الاقتصاد وعلم مثلا الجرح والتعديل في الفقهيات وعلم الحديث وعلم علوم القرآن وغير ذلك، نقول أيضا علم العلم. ما هو العلم؟ عندما نقول العلم هو هذا الإدراك الكلي المركب، حينها نبحث عليه. ما الذي يجمع بين العلم الذي قوامه الدليل والمعلومات التي قوامها الرواية يجمع بينهما مصطلح كبير يستعمل عند الناس ولكن الغالبية لا يدركون كنهه وحقيقته، يمشون وراء التعريفات التقليدية، ألا وهو الثقافة. لأن الإنسان العالم من حيث العلم، من حيث الإدراك الكلي، من حيث المركبات والخصائص والمكونات لأي شيء. وعندما نعلم معلومة عن طريق المعرفة اللي هو الإدراك الجزئي، حينها نقول نحتاج إلى ثقافة. الناس يفهمون من الثقافة أشكال السلوك الثقافي، ولذلك عندما يريدون تقديم الثقافة، ثقافة الشعب من الشعوب، يبحثون عن الفن وعن طريقة الأكل وطريقة اللباس وطريقة كذا وطريقة كذا. كل هذه ثقافة الشعوب. ينبغي أن نفرق بين كلمة القرآن وثقافة القرآن، أو القرآن وسلوك القرآن. شيء بعيد بين المسلم وسلوك
الإسلامي في هذا المسلم، ولذلك الثقافة التي تعدت تعريفاتها عند العلماء أكثر من 80 تعريف إلى حد الآن، إلى حد الساعة، كلها تعرف الشكل الظاهري، إلا أن الثقافة في حقيقتها هي قدرة المتعلم على توظيف المعلومات التي تلقاها في التكوين. أي من هو المثقف؟ هو الذي يدرك عندما يتعلم آية من القرآن يوظفها في حياته، نقول إنه مثقف. عندما يتعلم نظرية في الفيزياء يوظفها، ونظرية في الرياضيات يوظفها. من هو هذا؟ هذا هو المثقف. لذلك تجدون على سبيل المثال الناس يضربون الأمثلة عندما يرون صاحب السيارة في وسط المدينة يقول بشيء من التهور ومخالفة قانون المرور، يقول لك هذه ثقافة. على ثقافة لأنه لم يوظف قانون المرور في السياقة. لو وظف قانون المرور في السياقة لقلنا مثقف ثقافة مرورية، لكنه عندما تهور وناور وخالف ولا نقولها صدرك ربي يحفظكم، هذا نقول مخالف لثقافة المرور. فكذلك الطالب الذي يدرس الآداب وهو غير مؤدب، كما كنا نستمع من دكتور منذ قليل، يعني الطالب الذي يدرس في كلية الآداب وهو عن عمد وسابق إصرار يمزق سرواله، فنقول هذا لا يوصف، ما عندوش مكانة في الوسط كلها. مسألة ثانية، وراني رأيت من باب ومسألة ثانية هي ما هي أصناف العلوم التي نؤهل بها الإنسان، ثم المراتب بأي علم نبدأ. العلوم الأساسية لتأهيل الإنسان هي علم اللغة والأدب في الدرجة الأولى، ولذلك مادة اللغة والأدب المفروض من السنة التحضيرية إلى السنة النهائية كلها، وهي مادة أساسية أصلية، إذ أن المتضلع في اللغة من حيث كل المشتقات اللي للغة العربية إعرابا وصرفا وبلاغة وغير ذلك، هو الذي يفهم الفيزياء ويفهم الرياضيات. إذا الرياضيات لغة بشرية، والفيزياء لغة أيضا في نظريات. لماذا أبناؤنا يخافون الرياضيات ويخافون الفيزياء، خافوا الكيمياء ويخافوا كذا ويخافوا كذا والمصطلحات؟ لأنهم لا يتقنون جذور اللغة العربية، وإلا لفهموا هذه المسائل تولي سهلة بسيطة. فاللغة والأدب. ثم المادة الثانية العلمية هي علوم القوانين والحقوق. ثم علم الإنسان، وعلم الإنسان 3 أنواع، وهو أولا علم النفس، وعلم الفلسفة، وعلم السياسة الشرعية. الإنسان الذي يؤهل للعلوم الأخرى الآن، ولا أقول هذا تقول لي حتى نكونه في هذه العلوم باه نقرروه الحساب والرياضيات، لا أعني هذا أبدا. إنما الذي أعنيه هو أن يكون الإنسان يدرس هذه المادة في جمع مشترك أو في تكامل. وهنا العلم راه خلل في المناهج التربوية. من هو المعلم ومن هو الأستاذ؟ كل أساتذتنا راهم معنا ربي يحفظهم. من هو الذي يدرك هذا المسجد العلمي والتعليمي باش يخرج يعني الطلبة متمكنين، أن نخرج طلبة متمكنين في هذه العلوم. إن العلوم وإن جلت منافعها فأصلها ما به الإيمان قد وجبه. في العنصر الثالث لما ندرس هذه المصطلحات وهذه المفاهيم ونرتب هذه العلوم
ونقول بعد ذلك كاين علوم الزمان وعلوم المكان. علوم الزمان التاريخ وما يتبعه، وعلوم المكان الجغرافية والجيولوجيا والفلك والإعلام وغير ذلك، كل هذه العلوم. ثم علم المادة، فيزياء وكيمياء وصيدلة وطب وغير ذلك، كل هذا ينبغي أن يفهم من أصله. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه المصطلحات اللغوية، علم اللغة آدم، من أجل أن يؤهل هذا الإنسان الأول ليعيش مع الكون، ليعيش مع هذه الله. وربنا سبحانه وتعالى عندما قال وقوله الحق: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تشكرون بمعنى تعملون وتنتجون، تتعاملون مع الكون، غراسة وزراعة وصناعة وتجارة وضرب في الأرض وعلاقات، بناء أسرة، بناء مجتمع، بناء دولة، بناء كذا، لعلكم تشكرون. الشكر العملي هنا. إذا من أجل أن يتأهل الإنسان ويعمل لابد من أن يتعلم. السؤال كيف يتعلم؟ يأتي الجواب في الآية 129 من سورة البقرة، والآية 151 أيضا، والآية 164 من سورة آل عمران وإلى غير ذلك. من بين ذلك نأخذ الآية 129 من سورة البقرة. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول له: يا رب ابعث إماما في هذه الأمة الخاتمة، هذه الخاتمة. قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم واتل عليهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بين تزكية في سورة الجمعة سابقا. نعم، بارك الله فيك. ويزكيهم لأن كان متشابهات. أما الآية 151 من سورة البقرة فهي: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طبعا أنا راني أمام مع القراء ومع الأئمة ومع الأدباء فقط نذكر بهذه الآيات بأنها أصل في الدراسات في مثل هذا الموضوع. قلت باش نختم هنا ربنا سبحانه وتعالى عندما وضع هذا الترتيب قال يتلو ولم يقل هنا يقرأ ولم يقل هنا يعلم، قال يتلو. فرق بين القراءة والتلاوة، لأن القراءة تطلق على تهجئة حرفين أو تهجئة كلمتين أو تهجئة جملتين أو قراءة نص كاملين. أما التلاوة لا تطلق على حرف أو كلمة وحدها، إنما تطلق على نص من أجل أن تتحقق القراءة والترتيب معا. ولذلك التلاوة هنا للآيات من الأنواع الأربعة من الأنواع الأربعة، النوع مذكر من الأنواع الأربعة. الآيات يعني لها هذه الأنواع. النوع الأول اللي هي مباشرة في القرآن الكريم هي الآيات القرآنية، آيات البينات، وهي آيات الأحكام، آيات الأخبار، آيات القصص، آيات الإيمان، آيات الحلال والحرام والأمر والنهي والطاعة وإلى غير ذلك. هذه الآيات نتعلمها. إذا تعلمناها وجدنا فيها علما يحتاج إلى شرح. وأرجو إخواني الأساتذة بالنسبة لهم بصدد البحوث يركزوا معي في القضية هذه للتكامل، مش نبني عليكم علم، للتكامل. عندما نقرأ الآية القرآنية تحتاج إلى شرح وتحليل. وين يروح هذا الشرح والتحليل تلقائيا؟ وين؟ في العلوم اللي رانا نقراوها. هناك آية تحتاج إلى الرياضيات، وآية تحتاج إلى علم الفلك، وآية تحتاج إلى الجيولوجيا، وآية إلى هذا هو الشرح المحض. إذن الآيات القرآنية. النوع الثاني الآيات الكونية، آيات في الكون، الشمس والقمر آيتان، الليل والنهار آيتان، وهكذا آيات.
النوع الثالث هي الآيات التاريخية. الآيات التاريخية، ولنجعلك آية للناس. ربنا عز وجل يتكلم على فرعون الذي طغى وبغى وظلم وكذا وكذا، قال له راهي قصتك في التاريخ خليها آيات تاريخية. ثم النوع الرابع وهي الآيات النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات نفسية. فالآن الحياة غاب فيه حفر أشواك، فيه حيوانات مفترسة، فيه مثال هذا اللي يسميوه تحديات، اللي يسميوه سميه الشبهات والإلحاد والكفر والشرك وشياطين الإنس والجن. ومن أجل ألا نخاف على شبابنا نعطيهم حقن الوقاية ولباس الوقاية. فعندما نعطيهم حقن الوقاية ولباس الوقاية، هنا نقول بأن الكلام الذي كنا نستمع إليه من قبل الدكتور عبد الرزاق بسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هو الذي يشمل هذا الموضوع الذي يدخل في برنامج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث ينبغي أن يكون التلازم بين التعليم القيمي جمع قيمة وبين التعليم التقني اللي هو التكنولوجي. يعني التكنولوجيا هذه جاءت من التقنية، التقنية منسوبة إلى ذلكم العربي من قوم عاد الذي كان اسمه عمرو، وكان يتقن الرمي حتى صار يضرب به المثل، يقال فلان أرمى من ابن تقن، أرمى من كل فنان في المهنة نتاعو ينسب إلى عمرو بن تقن، فيقال تقني نسبة إلى هذا الذي كان لا يسقط له سهم. فالذي يكون فنان في الترتيب والقراءة وأحكام القراءة فهو تقني، والذي يكون فنان في الكتابة هذا تقني، واللي فنان في صناعة الطائرات تقني، واللي فنان حتى في الجلوس في المسجد تقني، واللي فنان في الآذان تقني. إذن التكنولوجيا تشمل كل صواب وتمام، كل من يوصل في عمله ويؤديه بالتمام فهو عمرو بن تقن. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.